تخيل تبقى اضعف طالب في المدرسه وكل الناس بتحتقرك علشان ما عندكش اي قوه، وفجاه تكتشف لعبه لما بتتطور فيها بتزيد قوتك في الحقيقه. يا ترى ازاي هتستعملها وازاي هتاثر على مستواك؟ ده ايه اللي هنعرفه في قصتنا النهارده، قصه من اجمد القصص وهي قصه بطلنا تشو. وتعالى اقولك الحكايه. تعال من عشرات السنين حصلت عاصفة بعدية في الأرض وخلقت كائنات شريرة كتير، والمخلوقات دي بتتقسم ل4 مستويات وهم خالد، أسطوري، وبطولي، وطاغية. والكائنات دي أقوى من البشر بكتير، خصوصا إن البشر في أضعف مستوى وهو المستوى الفاني. لكن البشر بيقدروا يزودوا قوتهم عن طريق قوة عندهم اسمها جوهر الطاقة، وبيتدربوا على استعمال التقنية دي. والطريقة التانية هي اصطياد الوحوش وسرقة جواهر الطاقة بتاعتهم وامتصاصها عشان يزودوا قوتهم. لكن الوحوش عايشة في أماكن خطيرة جدا وصعب إن حد يوصل لها. وأثناء ما بيشرح كيوباي تاريخ الأرض للتلاميذ بيلاقي بطل قصتنا تشو نايم، وبيفتكر كيوباي إن الناظر القديم كان بيحبه وبيقول عليه عبقري بالرغم ان طول الوقت في المدرسه بيكون نايم. وبعد نهايه الحصه بيروح تشو عشان يلعب لعبته السحريه على الموبايل، واللعبه دي مفيش حد غيره بيلعبها لان مفيش حد معاه الموبايل اللي بيستعمله في اللعبه دي. وبيقول تشو ان اللعبه غيرت حياته للاحسن، وده عشان قدراته القتاليه في اللعبه بيكتسبها في حياته الواقعيه، وبالتالي مش محتاج يضيع وقت ومجهود في التدريب على جوهر الطاقه زي زمايله. وعشان كده بيكون تشو من اقوى المقاتلين في المدرسه بالرغم من سنه الصغير واهماله في دراسته. وبيفتح تشو اللعبه بقطره من دمه وبيصمم افاتار خاص بيه بقطره تانية، وبيدخل في تحدي مع نمله سحريه وبيهزمها. وبيتمشى كيوباي في المدرسه وبيفكر في ان تشو من اقوى المقاتلين وقدر يوصل لمستويات عاليه في فن جوهر الطاقه، وهيقدر ياخد المركز الاول بسهوله في الاختبار الجسدي. وقبل الكلام ده بشهر واحد في المباريات القتاليه بتظهر بنت اسمها جينج وبتطلب انها تتحدى تشو، فبيستغرب الكل من اللي عايزاه لان تشو اقوى مقاتل في المدرسه. وبيوافق تشو وبيبدا التحدي، وبتقدر جينج تهزمه بضربة واحدة، وبيتفاجئ الكل من قوتها. وبعد الهزيمة بيوقف تشو التمرين وبيفضل طول الوقت في المدرسة نايم أو بيلعب. وبنرجع تاني لتشو اللي بيفضل يفوز في اللعبة وبيكسب في جواهر الطاقة من الوحوش، والجواهر دي بتزود قوته ومهاراته بسرعة في اللعبة وكمان برضه في العالم الحقيقي. والمستوى ده عمره ما كان هيوصله بالتمارين العادية زي زمايله. والعيب الوحيد في اللعبة دي ان تشو ما يقدرش يجيب الجواهر دي للعالم الحقيقي عشان يبيعها ويبقى غني. وفجأة بيظهر في اللعبة نملة متحولة بمستوى عالي والفوز عليها بيكون صعب. واثناء اللعب بتيجي واحدة اسمها روكسي، فبيتوتر تشو عشان مش عايز حد يكشف سر الموبايل او اللعبة، وبتطلب روكسي منه انه ينضم لفريقها عشان مباريات التخرج عشان هو من اقوى المقاتلين في المدرسة. فبيستغرب تشو من طلبها لان الكل شافه وهو بيخسر الشهر اللي فات وده على ايد جينج، وبيسألها اذا كانت جينج في الفريق، فبتقول له روكسي ان جينج انضمت المدرسة الشهر اللي فات وانفصلت عنها بعد المباراة، وده معناه انها جاية مخصوص عشان تتحدى تشو بسبب موضوع شخصي. فبيستغرب تشو من الكلام ده لانه عمره ما قابل جينج. وفي نهاية الحوار بيوافق تشو ينضم للفريق، وبعد ما بتمشي بيفوز في اللعبة وبياخد جوهر الطاقة. لكن فجأة بيحس بطاقة غريبة عشان الجوهرة اللي كسبها، وبيفتح الموبايل وبيلاقي ان احصائيات قوته زادت بشكل كبير. وبيتعرف تشو على باقي الفريق، لكن بيعترض واحد اسمه دونج على انضمام تشو وده عشان اتهزم قصاد جينج. لكن روكسي بتصمم على تشو، فبيتحدى دونج تشو عشان يتأكد من كفاءته. والتحدي عن طريق جهاز الاختبارات، وده جهاز بيقيس قوة لاعب عن طريق انه يوجه ضربة ليه. وبيوافق تشو على التحدي وبيضرب دونج الجهاز وقوته بتكون 7. بعد كده بيضرب تشو الجهاز وقوته بتكون 10، فبيتفاجئ دونج من قوته وبيسمع كيوباي صوتهم فبيراقبهم من الباب. بياخد دونج التحدي بشكل شخصي، فبيجرب مرة تانية لكن بقوة أكبر وبتكون قوته 11، وبيتحدى تشو إنه يكسر الرقم ده. فبيقول لتشو إنه ممكن الجهاز يتكسر ويتحمل هو تكاليف تعويضه، فبيقول له دونج هو هيتكفل بمصاريف الجهاز لو اتكسر. فبيوافق تشو وبيضرب الجهاز بقوة كبيرة وبالفعل الجهاز بيتكسر، وبيتفاجئ الكل وكيوباي من قوته. في الطريق بيفتكر تشو جينج وبيفكر في السبب اللي خلاها تتحداه بالرغم انها من مستوى اسطوري وهو من مستوى فاني. وبيتصل والده فانج بيه عشان يعزمه على فرحه على واحدة اسمها يونغ، لكن تشو بيقول له انه مش هيقدر يحضر حفلة اختبارات المدرسة. وبيسأله تشو عن لعبة صغيرة قديمة في بيتهم، فبيسأله والده عن السبب، فبيقول له تشو انه لقى فيها موبايل، وهنا يقصد الموبايل اللي بيلعب عليه. فبيقول له والده ان ده موبايل جده، فبيسأله تشو ازاي قدر يوصل له، فبيقول له انه جده كان شغال نجار وفي مرة كان بيشتغل في مباني خشبية في مدينة اسمها جو دي، ولقى بير قديم طالع منه نور، فقعد يحفر لحد ما لقى الصندوق، ولما فتحه لقى فيه الموبايل، لكن الموبايل كان مطفي ومفيش اي زراير او فتحة شحن وما عرفش يشغله.
فشاله معاه لمدة سنين طويلة، وبيقول له ابوه ان الموبايل ده ملوش اي لازمة، وبيقفل معاه. وبيقرر تشو انه في يوم هيدور في مدينة جو دي عن سر الموبايل، وبيفضل تشو يتدرب مع زمايله ويلعب على الموبايل عشان يطور مستواه. لكن بيتفاجئ تاني يوم ان زمايله في الفريق قرروا ينسحبوا بدون سبب، وما بيبقاش فاضل غيره هو وروكسي. فبيعتذر تشو لروكسي لان في حد عايز يقف في طريقه للنجاح، والشخص ده عنده نفوذ قوية. وبيقابل تشو كيوباي وبيقول له ان اللي واقف في طريقه واحد اسمه تيان، وده شخص من عيلة كبيرة وعنده مرتبة عالية في الجيش الشرقي بالرغم انه في عمر ال20. وبيقول له كيوباي انه لازم ينضم للفريق عشان يدخل الاختبار، والمرة دي لازم يشترك في فريق قوي. وبيقترح عليه ينضم لتلميذ اسمه شوان، وده من اقوى التلاميذ في المدرسة، لكن في المقابل لازم تشو يساعده عشان يحقق درجات عالية. وبيتصل تشو بوالده بيسأله عن تيان، وبيقول له ان تيان يبقى ابن مراته الجديدة يانج، وليه اخت اسمها جينج اللي هزمت تشو الشهر اللي فات. فبيستغرب تشو من عداوتهم ليه، وبيلعب تشو لعبته وبيكسب وحش مرافق، وده وحش مطلوب منه انه يخدم صاحبه. ولما بياخده في اللعبة بيسمع صوت الوحش في عقله، وبيقول له انه في خدمته. وبيلاقي تشو ان علامة الوحش على ايده، والوحش ده عبارة عن نملة متحولة. وبيستدعي الوحش في الحياة الواقعية، وبيكون شكله ضخم ومخيف. وبيروح تشو كيوباي لشوان، وبيكون شوان شخص غني وبيوافق على انضمام تشو ليه. وبيقول كيوباي وبيقضي تشو الليله معاه وبيلعب لعبته، وشوان عنده فضول يعرف ايه هي اللعبه دي، لكن شو بيرفض يقول له اي حاجه. وبيواجه في اللعبه دي نمله طائره، وهزيمه النمله دي صعب جدا. وتشو عنده حركتين قويتين، وهي القبضه الالهيه، ودي قويه جدا لكن بتاخد وقت كتير في تنفيذها، ولكمه السنتيمتر، ودي لكمه سريعه لكن ضعيفه جدا. في الحل ان تشو يحاول يجمع بين المهارتين عشان يقضي عليها. بما ان اللعبه دي محاكاه للواقع، فلو قدر تشو يتدرب في الحياه الواقعيه على الحركه دي هيقدر يجيبها في اللعبه. وبالفعل بيبدا تدريب، وبيروح تشو مع شوان وفريقه لمدينه جوي دي، لكن بتكون مليانه بالوحوش، وهناك هيدخل في معارك حقيقيه. وبيوصل تشو المدينه قبل باقي الفريق، وبيلاقي ان الموبايل اللعبه بيرن، ودي حاجه غريبه لان الموبايل عمره ما رن ابدا. ولما بيفتحه بيلاقي اشعار من كاميرا، وما كانش يعرف الموبايل فيه الخاصيه دي. فبيفتح الكاميرا وبيصور المدينه، وبيلاقي ان في علامه على بوابه المدينه متحدده في الكاميرا. فبيفتح اللعبه وبيلاقي انه بيواجه وحوش جديده على شكل هيكل عظمي واسماء الوحوش العظيمه، وبيقابل الجنود في الاول فبيغلبهم، وبياخد جوهره جديده، وبيفضل يهزم في الوحوش لحد ما بيقابل الفارس الهيكلي، وده وحش قوي جدا وما بيقدرش يهزمه. وبيقابل جينج وبتديله فلاشه وبتقول له ان والده هو اللي بعتها، وقبل ما بتمشي وبتقول عليه انه ضعيف وما يستاهلش ينضم لعيلتهم. وبيوصل شوان وفريقه وبيبدا الاختبار، والاختبار هو انهم يدخلوا المدينه ويقتلوا شويه وحوش عشان يرفعوا مستواهم، والنقط هتتحسب بعدد الجواهر الكريستاليه، وترتيب المشاركين هيتحسب بعدد الجواهر اللي هيتم جمعها. وبتبدا المعركه، وبيقتل فريق تشو عدد كبير. وفي الوقت ده بدل ما يشارك معاهم بيفتح موبايله وبيلعب، وبيلاقي ان تصميم الموقع في اللعبه هو نفس تصميم المكان اللي هم فيه في الواقع، وده معناه ان اللي هيحصل في اللعبه دي هيحصل في الواقع. وبعد نهايه المعركه الاولى بيقرر الفريق انه يتعمق جوه المدينه اكتر عشان يكسبوا وقتها نقط اكتر، ودي هتكون بره منطقه الاختبار. لكن الشو بيرفض لان جوه المدينه هيقابلوا الفارس الهيكلي، فبيحاول يمنعهم لكن ما بيقدرش يقول لهم على السبب. لكن شوان بيرفض وبيقرر يكمل، وفي الطريق بيلعب تشو على الموبايل عشان يلاقي طريقه يهزم بيها الفارس. وبعد معركه تانية مع الوحوش بينجح فريق شوان انه يكسب نقط اكتر ويكون متفوق على باقي الفرق. وفجاه بيطعن شوان وزميله التاني ماين واحد من الفريق اسمه جيانج، والسبب اللي خلاه يعمل كده هو انه شغال مع اخو شوان، وشوان واخوه في بينهم عداوه كبيره. وعلشان ينقذ شوان نفسه من الضربه بيستعمل مهاره اسمها المناعه الفطريه، ودي بتخليه يعالج نفسه ويتحمل الاصابات المميته. وعلشان يوصل اي محارب للمهاره دي لازم يحافظ على عذريته. وبيستعمل جيانج سلاحه وبيطلع تعبان ضخم، وده هو الوحش المرافق بتاعه، وبيهاجم بشوان. فبيستعمل شوان درع سحري بيصد بيه هجمات جيانج. وقتها بيهرب جيانج عشان يجذبهم للفارس العظمي، فبيجري وراه شوان وزميله، لكن تشو بيعرف اللي مستنيهم فبيفتح اللعبه وبيلعب قصاد الفارس عشان يشوف اي نقط ضعف والا هيموتوا كلهم على ايده. وبيلاقي تشو انه يقدر يهاجم الفارس من مسافات قريبه، وبيحصلهم بسرعه عشان يساعدهم. وبالفعل بيلاقي الفارس الهيكلي ومعاه جيانج، والفارس
يهاجمش جيانج بسبب درع لابسه، وبيحارب شوان الفارس وجيانج في وقت واحد، وطبعا ما بيقدرش عليهم لوحده، فبيقول له تشو انه هيشتت انتباه الفارس علشان يخلص من جيانج، وبيواجه تشو الفارس وبيتفادى هجماته لحد ما بيقرب منه وبيوجه له ضربه قويه، لكن الفارس ما بيتاثرش بيها، فبيفضل يشتت انتباهه. وفي الوقت ده بيهاجم شوان جيانج، فبيحاول جيانج يقتل تشو عشان الفارس يقتل شوان، لكن تشو بياخد باله وبيكسر الدرع بتاعه. وقتها بيقتل الفارس جيانج، وبيحارب شوان وتشو الفارس، وبيحاول شوان يشتت انتباهه علشان تشو يوجه ضربه قاضيه، لكن هجمات تشو مش بتاثر فيه. فبيلاحظ تشو ان في ندبه على راس الفارس، فبيعرف ان دي نقطه ضعفه، فبيديله شوان دفعه قويه وبيمسك الفارس وبيوجه تشو ضربه في الندبه، وبالفعل بيموت الفارس. وبعد موته بيسيب بيضه سحريه المفروض ياخدها شوان، لكن بيهديها لتشو لانه انقذ حياتهم، وبيقول له انه مستواه منخفض جدا عشان يستعمل البيضه دي، وبيستغرب انه معاه وحش مرافق في مستوى قليل، وبيقول له انه بعد الاختبار ده يقدر يقدم في اي كليه عايزها. ولما بيروح تشو بيحس بتعب شديد، وفي الطريق بيلاقي راجل عجوز مرمي على الارض، فبيساعده تشو وبيفوقه، وبيتكلموا مع بعض شويه، وبيلاحظ الراجل ان تشو تعبان، فبيديله كتاب فيه فن قتالي اسمه السجل الشيطاني، فبيقول له تشو انه بيستعمل مهاره تانية، فبيقول له الراجل ان السجل الشيطاني اقوى من مهاره التامل اللي بيستعملها. فبيستغرب تشو انه عرف طريقه تدريبه، وبيرفض تشو انه ياخد منه اي حاجه لانه حاسس انه نصاب، وبيسيبه يمشي. فبيستعمل الراجل قوه سحريه بيتحكم بيها في تشو وبيرجعه مكانه، وبيقول له انه اسمه داوك شيان ومفيش حد يقدر ما ينفذش كلامه. فبيتفاجئ تشو لان دواك شيان هو الشيطان الاسطوري، واتولد في العاصفه البعديه وقتل 27 مقاتل من مستوى اسطوري من الاتحاد، وبيجبر دواك شيان تشو انه ياخد الكتاب ويمشي. فبيمشوا في الطريق بيلاقي شرطه من اتحاد المقاتلين، وبيعرف انه بيدوروا على دواك شيان. ولما بينام بالليل بيحس ان قلبه بينبض بسرعه، وبيحلم انه بيغرق في بحر من الدم، فبيفوق بسرعه وبيرجع في الحمام، وبيفتكر انه مصاب بفقر الدم. تاني يوم بيبدا اللعب وبيواجه الفارس مره تانيه، وده معناه ان الواقع مش بيتاثر باللعبه، وبيخسر تشو بسهوله لانه فاز في الواقع بفضل شوان. فبيقرر انه هيتدرب على هزيمه الفارس، وبيفضل يحاول لحد ما بيكسب الفارس اخيرا، والمفروض ان قوته تزيد بعد ما فاز، لكن ما حصلش ده. فبيقرر انه يستعمل اسلوب السجل الشيطاني في التدريب بدل الاسلوب القديم، وبيفتكر الفلاشه اللي اديتها له جيانج قبل الاختبار، وبيلاقي عليها فن قتالي تاني اسمها مهاره التصويب بالشمس، ودي برضه مهاره قويه، والمهارتين يقدروا يرفعوا مستوى تشو للمستوى الاسطوري. وبيستغرب ازاي والده وصل لفن قتالي زي ده، فبيتصل بيه، لكن بيتفاجئ ان والده ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع، وما طلبش من جيانج انه تديله اي حاجه. فبيفكر تشو في السبب اللي خلى جيانج تديله حاجه زي دي بالرغم من اللي عملته هي واخوها. وبالليل بيحلم تشو بنفس الكابوس وان في حد هيخنقه، فبيصحى من النوم وبيقرر انه هيتدرب على السجل الشيطاني اللي خده من دواك شيان. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، ولو عايز الكومنت بتاعك يظهر في الفيديو الجاي اكتب في الكومنتس كلمة السر وهي اسم تشو بطل قصتنا. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تروق علينا بلايك وكومنت، علشان دعمكم وتشجيعكم هو اللي بيخلينا نكمل. واتمنى يعني ما اكونش طولت عليكم، واشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة. سلام يا صيع.